السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا ريت فضلا وليس أمرا قبل ما نبدأ حكاية النهاردة تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان توصل لكم إشعارات القناة أول ما تنزل القصة. بنقدم لكم أهم المشاكل والقصص اللي بتحصل معانا، ممكن ناخد منها عبرة وعظة. المهم إن احنا لازم نتعلم من أخطاء الناس وما نكررش الأخطاء دي تاني في حياتنا. ويلا بينا نبدأ قصة النهاردة. أنا بنت عندي 17 سنة في أولى سنة ثانوي ورايحة تانية ثانوي. من وأنا عندي 3 سنين وأنا بشوف ماما بتكلم رجالة غير بابا وبتنام معاهم كمان. مرة وأنا عندي 3 سنين راجل دخل البيت وأنا ساعتها كنت نايمة وبابا كان في الشغل. أنا شفتهم في وضع مش تمام. تاني مرة كان وأنا عندي 12 سنة بعد ما عزلنا من بيتنا القديم وهي قطعت علاقتها بالراجل ده. اتعرفت على حد جديد وعملت معاه علاقة برضه. وقتها أنا كنت مريضة نفسيا وبتعالج وبروح لدكتور دايما بسببها والله العظيم. المهم أنا برضه في يوم كنت نايمة لقيتها لابسة قميص نوم وبتفتح باب الشقة وحد بيدخل. فضلت عاملة نفسي نايمة عشان ما تعرفش، وفجأة لأني مريضة نفسيا كنت بنهار بسرعة قوي، بدأت أعيط وأرزع في الأرض. قامت هي جاتلي وراحت جاية مدياني العلاج عشان أبطل. أنا شفت الراجل وهو خارج من شقتنا بسرعة بيجري. المهم عدت الأيام والسنين جريت وأنا مش عارفة هي بتعمل ليه كده وعاوزة مننا إيه ومن الشقة دي برضه. وبعدها بفترة كتيرة كان وقتها عندي 14 سنة وكنت في أولى إعدادي تقريبا. كنت مصاحبة بنتين. المهم إن هي ساعتها كانت تعرف أمهاتهم عادي جدا. واحدة فيهم طلعت مش كويسة وتعرف رجالة وبرضه ماشية شمال، وعرفت أمي على شخص وبقت أمي بتكلمه فيديو كول لأنه من محافظة تانية مش من نفس المحافظة اللي احنا ساكنين فيها. أنا بدأت أكتشف الموضوع دوت لحد ما في يوم رحنا نصيف مع الست صاحبة ماما وكنا في راس البر. ساعتها سابتني وراحت تقابل الراجل ده وقالت لي هجيب أكل. مشيت وراها ولقيتها واقفة مع الراجل ده. حاولت أمنعها وبدأت أنهار وأعيط وسابتني وركبت العربية معاه وسابتني ومشيت. المهم دلوقتي أنا لسه عارفة إنها على علاقة مع الراجل ده، بس أنا مش عارفة أتكلم ومش عارفة أمنعها. بابا بيجي كل سنة أو سنتين. بابا راجل كويس جدا ومحترم قوي وما يستاهلش إن ماما اللي بتعمله فيه ده. وهو مش حارمنا من حاجة خالص ولا حارم ماما من أي حاجة. أنا لما كبرت بقت بتعاملني وحش جدا جدا. على طول بتضربني وبتشتمني، دايما بتشتمني بشتايم وحشة جدا. ساعتها مع نفسيتي اللي كانت زي الزفت من مشاكل ماما بدأت أتعرف على بنات صحابي الثانوية عامة معايا في المدرسة يعني. وبدأت أخرج وأنزل وهي مش مهتمة بيا خالص ولا بتسألني بتروحي فين ولا بتيجي منين. بدأت أروح كافيهات وأتعرف على شباب مع نفس البنات وبدأت أشرب سجاير وبهرب من الدروس وبخرج مع صحابي. أنا كل الكلام ده كان من شهر بس. أنا في كام شهر اتغيرت. مش عارفة أنا اتغيرت إزاي في المدة القصيرة دي. دي مش أخلاقي ولا تربيتي. بسببها اتغيرت وبقيت أقلدها، بس الحمد لله حاولت أغير من نفسي وأعين نفسي وأصلي وبطلت كل حاجة وحشة. وماما من فترة عرفت على كل اللي أنا بعرفه، يعني عرفت الشباب اللي كنت بمشي معاها وعرفت إني كنت بخرج مع أصحابي وأسيب الدروس وكنت بهرب منها. بقت بتضربني وبتشتمني جامد وتحبسني وخلتني قطعت كل علاقاتي مع أصحابي والناس اللي أنا أعرفها. مش بس كده، دي قالت لي روحي لجدك وجدتك وقالت لخالي واتصلت ببابا. قالت له طبعا مش عاوزة أحكي، واتصلت ببابا وحكت له كل حاجة. وطبعا مش عاوزة أحكي ليكم أنا حصل لي إيه وماما بتعمل فيا إيه. بتعاملني معاملة وحشة جدا وبقت بتضربني جامد. وأنا بجد نفسيتي انهارت وخلاص ما بقتش عارفة أعيش معاها كل ده إزاي مع كل اللي عملته. ده أنا عمري ما فكرت أقول لحد وهي بقت بتعذبني لمجرد إني كنت بس بخرج مع صحابي. واتغيرت مع إن التغيير ده كان بسببها. من فضلكم تقولولي أعمل معاها إيه؟